السلام الحبانات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. اليوم جبت لكم القصه ديال واحد المديليله، وماشي غير مديليله برو ماكس. وتحيه كبيره للمديليلات. يلا نبداو ومشاو عند لطيفه. لطيفه كانت واحد البنت ما عندها شخصيه ومدلوله، اللي جا كيمشيها بحال شي حمار. كانت الا تعشات بالعدس تقول لهم تعشيت بالطاكوس، ولا تغدات باللوبيا تقول لهم تغديت باللحم بالبرقوق، باش ما يضحكوش عليها في المدرسه. كانت لطيفه كتقرا وكتمشي للمدرسه، كتلاقى مع صحاباتها اللي ماشي صحابات، غير كيتجمعوا عليها باش يضحكوا عليها ويشدوا فيها، وهي هادشي كامل وكتبقى معاهم. وحتى هما كانوا عارفين كيديروا فيها اللي داروا، هي كتبقى لاصقه فيهم. كما قلت لكم كانت مدلوله وكترضى بالدل. بقات اليوم غدا كيبقاو كيسولوها اشنو كليتي، اشنو شربتي، ولدرجات كيبداو كاع كيعيروا ليها باها، كيقول لها شوفي باك فاش خدام، باك كي داير، باك كي داير، وكيبداو يضحكوا وهي كتبقى تضحك معاهم حتى لهاد الدرجه تعرفوا الدل ديالها كيفاش داير. بقات لطيفه هكاك اليوم غدا وعام على عام كتسقط. ومشكله راه كتكون كتحفظ وكتعرف الاجوبه، وكيدوا ليها الاسئله ديال الامتحان. وحتى لا قالوا ليها شوفي الا بغيتي تبقاي معانا راه خاصك ديري بحالنا وتجاوبي بحالنا. وفي الاخر كيصدقوا هما مدين نقط زوينين، هي مديه الزيروات. ولا الطفله جلست هكاك بلا قرايه، بقات جالسه في الدار من العشيه العشيه. كتهز واحد الكرسي وكتمشي تجلس حدا العيالات ديال الدرب. هالي راجلي دار لي، راجلي فلان فاعل، راجلي فلان تارك. والسيده غير حله ودنيها كيحسب ليها راه كاع الرجال لا عمرها دار. وبعدا هادوك راه غير دوك المساليه تقبهم، اللي كانت فيما كانت شي قصه كتجيبها تحطها من دماغها على من الله اش كان كيوقع في ديورهم. والدريه تسيقت كيحسب لها لقات الراجل غادي تعيش الحب والرومانسيه. والسيده ولات كتدخل كتخرج كتاكل كتشرب غير بسميت الزواج وسيرته. السيده بقات على ديك الحاله، فيما دا شي واحد غير قال لها السلام لطيفه كتقول صافي هذا راه عجبته غادي يتزوج بيا. حتى لدرجات كاع الدراري ديال الدرب ولاو كيحاولوا يتهربوا منها، كيشوفوها يبدلوا الطريق غير باش ما تلصقهمش. ايوا دازو الايام. واحد النهار لاله لطيفه غادي طيح لكم على العريس، واجي نعاود لكم بعدا على هاد العريس. هاد العريس كان واحد اللي داخل خارج الحباسات، كان عايش فواحد البيت في السطح مع والديه، عطيه غير النعاس والبليه، ما كان لا خدام لا ردام. لطيفه طاحت فيه، قالت منو الخلاق. حتى هو بقى من الجنه والناس، ولا كيجيب عنده لطيفه لداك البيت كيجلسها معاه اليوم غدا. تداز شحال واحد النهار لطيفة مرضات. هو شنو قال لها مني مرضات؟ قال لها شوفي سيري الله يرحم لك الوالدين عند امك، ولا سيري شوفي شنو ديري. انا قال لها هز راسي غير براسي، ما عندي لا باش نديك للطبيب ولا باش نشري لك الدواء. مشات لطيفة عند امها. واحد امها كانت مسكينه، يا ريت لطيفه كون كانت بحال امها لا عمرها دار. كانت خدامه على راسها نقاشه، وكتجيبها بعرق كتافها. ولطيفه كانت عندها واحد الاخت صغر منها، العكس ديال لطيفه تماما. كانت واحد البنت ذكيه وباغيه تخدم، باغيه تقرا، باغيه دير مستقبلها، بعكس لطيفه اللي كانت كتفكر غير في الرجال والزواج. وهي مازال ما تزوجات، جات عند امها طاحت لها في الدار، ومهداتها للطبيب. ايوا راكم عارفين السيده طلعت حامله. امها مسكينه تصدمات، ما عرفات باش تبلات، بقات كتغوت وكتقول لها شكون هذا، زيدي وريه ليا. وفعلا امها كانت كتعرفو، غير ما عرفاتش بلا بنتها كانت كتضل وتقيل معاه في داك السطح. مشات عند باه وشكات عليه وقالت لي راه غادي نديه للبوليس غادي نفعل. مشى هو عند ولدو وزيرو، كتب عليها تزوج بها وجابت تسكن معاه في داك السطح. جات لطيفة وسكنات معاه المديليلة. ناضت ولات كتشوفو هكاك شنو ولات كدير، ولات كدير واحد الفراشة في السويقة كتجمع الخضرة وفي العشية كتبيعها. وداكشي اللي كتجيب شنو كدير كتعطيه ليه، وكتقول ليه من الفوق هاك حبيبي راجلي باش تجيب البليه. بقات خدامه عليه والسيد كينعس لك حتى العصر. كيفيق كيلقى السيده جابت الفلوس وجابت الماكله
وجابت الشراب كلشي تما القطعه كنجيبها ليه وكتضحك حتى الودنين من الفوق. المدلوله بقات هكاك حتى ولدات، غير ولدات، وهو يقول ليها الباب الحباب ما عندي ما ندير بك، السلام عليكم، الولد راه كيولد تيه وسميتي راني غادي نعطيها ليه. هزات ديك البنيته ومشات عند امها، حطت ديك البنت لامها لحتها لها اللي ما عمرها عطا براسها بنتها، رماتها. بقات الام مسكينه هي اللي مكلفه بيها وكتصرف عليها، والسيده لطيفه اش ولات كدير؟ واخا جرى عليها يحسب لكم تفرقت عليه، كتمشي وكتخدم وكتدمر وكتجيب ليه باش يكمي وباش يشرب وكتجي طلع عنده داك البيت ديال السطح. بقات هكاك، اليوم يضربها غدا يجري عليها، مره يدفل عليها، والسيده داك الدل ديالها ولا بغا يسالي. انا بعدا كون كانت قدامي غادي نضرب عليها بواحد العضه وواحد النتفه ما غاديش نطلقها. نكملوا القصه. السيده بقات كتضل في السويقه كتخدم وكتجمع وكتجيب الفلوس تعطيها لمو، كتقول لها هاكي باش دي الفلان، هاكي شري الفلان، هاكي جيبي الفلان. السيده لمده 8 شهور وهي كتصرف عليه حتى خرج. غير خرج مشات كتجري لعندو لداك البيت، جلست معاه عاوتاني الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، حتى حملات بالولد، ولداتو وما عقلش عليها ولا عليه ولا دار لها السبوع ولا صرف عليهم والو. جاب داك الولد لاحتو ورجعات كتخدم، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى لواحد النهار السيد ما لقاتوش، اغبر كتسول عليه في الدار ما كتلقاه، كتسول عليه صحابو ما خلات فين سولت عليه. السيد ضربها بغبره، واجي نقول لكم السيد علاش غبر. السيد مشى تعدى على شي بنت صغيره عندها غير 14 عام وديكلاراو به، وكانوا البوليس كيقلبوا عليه، والسيده عاد ساقط الخبر ومع ذلك كتقول لا يمكن هي اللي ضحكت عليه، يمكن هي اللي لصقته، يمكن كتعطي المبررات المدليله. مشات للدار بقات مع امها. واحد النهار امها قالت لها شوفي انا طلبت عليك فلانه غادي تدخلك تخدمي معاها، راه خدمه سهله وغادي تقلعي غير الخيط الحوايج وتقطعي الا كاينه شي زياده صافي. السيده مشات كتخدم، بقات غاديه جايه خدامه، دار زعما عقلها هذيك الايامات شويه وهي تلاقى مع واحد البرهوش اكثر من هذاك اللي كانت كتعرف. تلاقات معاه وفين كانوا كيتلاقاو؟ راه غير فما كاينه شي غابه، ما كاين شي خلا، ما كاينه شي جرده. بعدا الاول كان كيدير داك البيت في السطح ما شافهم حد، اما هذا راه شوها فما كان شي خلا كيمشي يجلسوا فيه. بقات على ديك الحاله كل اليوم هكاك. ولاش كيقول لها خصنا نجمعوا الفلوس، خصنا نديرو. بقات اللي خدمتها كتعطيها ليه، اللي جابتها كتمدها ليه، اليوم غدا. السيد بقى هكاك حتى دار منها راس المال. شنو قال لها؟ قال لها انا راه غادي نمشي للعروبيه باش نجيب والديا ونجي نخطبك. فعلا مشى للعروبيه، جلس واحد المده. السيده بدات كتسول مال هذا غبر مال هذا ما جا، وهي تمشي عند السيده الخدامه عندها وهي تقول لها مال فلان غبر ما بقاش كيجي. قالت لها راه كان خدا اجازه باش يمشي يدير العرس، راه مشي يتزوج. السيده ولات كتقول لا 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 ما يسمحش فيا، راه غير غيرين مني كيقولوا لي هكا باش ما نسولش فيه، يقولوا لي هكا حيت كيحسدوني. السيده مكفيه عليها القفه، هاد البنت بعدا انا الفقيس اللي وراتني. واجي نقول لكم من رجع الدري من العروبيه ورجع للخدمه مشات لعندو قالت لي بصح تزوجتي؟ قال لي راه مالين طلقت مخاطب ليا واحد البنت وما قدرش نقول لا راني تزوجت. قالت لي انا كنت عارفك ما غاديش تسمح فيا غير درتي الخاطر لوالديك. السيده حسب كنت فرقت عليه، قال لا بقات معاه وكتلاقى هي وياه، وراكم عارفين بلا ما ندخل في التفاصيل ما تفرقاتش عليه. اليوم غدا اليوم غدا على ديك الحال. واحد النهار ويطلع عليه الدم، قال لها اختي الله يرحم لك الوالدين. قال لها راكي لصقتيني واحد اللصقه ما عمرني شفتو بحالها اختي. قال لها انت الكوره سبيسيال تلقي مني، عط الله الرجال سيري قلبي لك على راجل اخر، انا صافي قال طلعتي لي في راسي. السيده وما تقبلش ديك الهضره، قالت له لا غير كضحك معايا يعني عارفك كتبغيني وعزيزه عليك. وقال لي ها العار بعدي مني. السيده بقات كدور وكترجع عنده والو واش بغات تطلق.
صافي السيده اللي خدامين عندها شافت ديك الحاله وهي تجري عليهم بجوج، بقات كدور من هنا لهنا، كتقلب على خدمه هنا، كتقلب على خدمه هنا. واحد النهار وهي تلاقى مع واحد المسالي. السلام الزين، قالت له السلام، قال لها واطلعي. قالت له فين نطلع؟ قال لها نهضروا. هي تسالكم كتقول لا، طلعت معاه، دا لشي بلاصه، خلص لها العصير، دور معاها. قالت صافي هذا هو الراجل. السيده دغيا طاحت، بقى كتلاقى معاه اليوم غدا اليوم غدا. واحد النهار هو يقول لها انا راه مجوج، واش تبغي تكوني انت المره الثالثه؟ قالت له ما عنديش مشكل نكون حتى المره الرابعه. قال لها صافي. قال لها شوفي غادي نسكنك بوحدك، غادي ندير لك. والسيده حسب لكم فكرت في ولادها ولا فكرت في امها، وهذوك الولاد ما عمرها عقلت عليهم حتى درهم، واخا كتخدم ما عمرها هزتهم. تزوج بها السيد، كرالها. السيده كانت عنده 65 عام، كرالها، سكنها، ولا كيجي عندها يومين، سيمانات، 3 ايام، 4 ايام، ولا كيجي بالشراب وكيقول لها تشربي معايا وتشطحي ليا وتفعلي ليا. يقول لها راه انا هادشي باش هربت من عيالاتي وتزوجت بك باش نجي لهنا وديري لي اللي بغيت. هي ما كانتش كتقول لا، كون يقول لها حتى لحسي الصباطيط لحسوا ليه، ما عندهاش المشكل. بقات على ديك الحاله. بقات اختها كتجي عندها مره كتسول فيها، مره كتجيب لها ولادها يشوفوها. كل مره واحد النهارات اختها كاينه عندها واجا، شاف اختها عجباتو، ناض قالها لمرتو زعما، قال لها شوفي، قال لها انا اختك بغيت عجبتني. السيده حسب قالت له لا، واش هاد الهضره واش؟ لا، السيده عجبها الحال، قالت له فعلا. قلت له شوفي الا بغيتي تزوجها نقنع اختي تزوج بها، ما عنديش مشكل، اللهم اختي ولا تجيب مرا اخرى. السيده مشات عند اختها وقالتها لها، قالت لها شوفي سيدي يسكنك بفلوسه، اللهم الفلوس نديهم انا وياك ولا يديهم البراني. ربي يقولوا لي واش عندكم شي مدلوله بحال هادي في العائله ولا كتعرفوا شي وحده بحال هادي؟ انا بعدا انا ما عمرني شفت بحال هاد الدله، شفت حتى عييت ولكن حتى لهاد الدله. اختها ما خلاتش ليها بالسبان وضربت عليها بكروه حمراء، قالت لها ما كتعرفيني، ما كنعرفك، من هاد النهار اعتبري ما عندكش الاخت. من وصلنا حتى لهاد الهضره صافي السيده كاع ما على بالهاش، وغير قالت ليه راه ما بغاتش. هو ينوض عرفتي ما خلى فيها غير اللي نسى، كيف كيعير وكيسب كاع السبان اللي على بالكم سبها به، وجرى عليها ولح على حوايجها برا. السيده جمعت حوايجها، رجعت عاوتاني ديك الدار، ولكن هاد المره ما استقبلوهاش. ما واختها جراو عليها قالوا لها ما كنعرفوك، ما كتعرفينا، وحتى هاد الولاد ما عندهم ما يديروا بك، لا عمرك سولتي فيهم ولا عمرك حنيتي فيهم ولا عمرهم حتى عرفوك. ولاد انا غنكبرهم وانتيا ما كنعرفك ما كتعرفيني. هزت راسها وزادت، بقات هكاك عايشه حياتها مدلوله، بقات ديما مدلوله. حسب لكم ما انا غتقول لا واش اللي داز عليا نتعلم وهادشي اللي داز عليا؟ لا، تعرفات على واحد الشمكار منو ما كان. شنو ولات كدير؟ ولات كتجلس هي وياه في المحطه، علمها السيليسيون، علمها التشمكير، ولات كتبات في ديك المحطه ولحد الساعه راه باقا كتجلوق وكدور في الزناقي. هذه قصتها المدلوله، تبقى مدلوله. المهم البنات الا كتعرفوا شي مدلوله ديروا عليها كروه، عندكم ما ديروا بها.